HTS. عندي عنوان اسمه التايبس وعنوان الدوز وعنوان الافكت بتاعه. من ناحيه التايبس انت عندك تركيزات كتير جدا، يمكن اشهرهم هو 3% و7.5%، وحسب التايب هيكون الدوز. يعني مثلا تركيز 3% بنستخدمه بريت 75 ل 150 ملل في الساعه، اما لو 7.5 كفايه عليك قوي 2 ملل في الاول. الاوزمولاريتي بتاع كل واحد مكتوبه قدامك، هو ده 1026 ملي اوزمول بالليتر، اما ده 2400. نيجي نقطه الافكت. طلعت الصدس كتير جدا بتقارن ما بين الاتش تي اس اللي هو هايبرتونكس لاين وبين المانيتول. المقارنه بتتكلم على الاوت كام بتاع النيورولوجيكال كونديشن. اقرا معايا كده. وبرده الكلام جاي على حاله التروما من البرين تروما فاونديشن. مكتوب الاتي: الهايبرتونكس لاين از كارنتلي تريتمنت اوف تشويس بالنسبه لايه؟ لريديوسنج الانتراكرينال تنشن افتر تروماتيك برين انجري. اغلب السنترز بتاع تروماتيك برين انجري بتعتمد على الهايبرتونكس لاين اكتر من اعتماد على المانيتول عشان مشاكل المانيتول ده. Due to recent study showing faster reduction of ICP او الاي سي تي، يعني بيتكلم ان من ناحيه اسرع فالهايبرتونكس لاين اسرع. مش بس المقارنه كانت مع المانيتول، مقارنه المانيتول الاوبيويد الباربيتوريت البروبوفول بيشتغل ازاي؟ نفس فكره المانيتول، حجمه صغير جدا، بندخل NaCl اللي هو الصلاين بس بتركيز عالي جدا هايبرتونيك. بدل ما كنت بدي 9 من 10، انا بتكلم في 3%، ده ما كملش 1% او 7.5%، تركيز عالي جدا، ويشد لك ميه كتير جدا 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 من البرين. بما ان انا فتحت سيره هايبرتونيك لاين، تعالى لما اقول لك معلوماته مره واحده ونخلصه في وان شوت. كعاده اي حاجه بتزود لك البلاد فوليوم، مش هو طول ما هو ماشي على السيلز قاعد يسحب منها ميه، فبيعمل لك هايبر فوليميا واحده واحده. فلازم البلاد فيزل يعمل ايه؟ يعمل ادابتيف فازودايليتيشن، يعني هو يعتبر كده عمل بلازما اكسبانشن. تقريبا اي حاجه هايبر اوزمولار هي بلازما اكسباندر. في بعض الدكاتره سمعتهم بيقولوا ان بلازما اكسباندر يا جماعه هم الكولويد بس. الجمله ديت مش دقيقه قوي. اي حاجه بتزود البلازما اوزمولاريتي وبالتالي تشد لك ميه وبالتالي تزود لك البلازما فوليوم هي بلازما اكسباندر. كلام واضح اهو. الحاجات اللي هي لها اوزمولاريتي عاليه، يعني ما تجريش مثلا على نورمال سلاين NaS او رينجال لاكتيت، ما ينفعش تقول على دول بلازما اكسباندر. وبالتالي النقطه ديت جعلت الهايبرتونيك سلاين يستخدم از ارستيشن في الهايبوفوليميك شوك، وده نقطه يغفل عنها كتير. في الهايبوفوليميك شوك اغلب الناس بتروح تستخدم كريستالويد عاديه او كولويد، لكن ممكن استخدم ال HTS اللي هو الهايبرتونيك سلاين في الريسستيشن بتاع الهايبوفوليميك شوك، لانه هيزود لك الفوليوم. لكن بصراحه اللي فاهم حلو قوي هو بيزود الفوليوم على حساب التيشو سيلز. ايوه، هو بيجيب من الميه اللي موجوده في الانترستيشن، بيجيب من السيلز نفسها. ممكن يبقى حل سريع معاك. الريسستيشن دايما فكرتها انقاذ ما يمكن انقاذه، خط الدفاع الاول لغايه ما تصحح الامور وتحط كل حاجه صح وتعوض الفوليوم اللي ناقص ايا كان سبب الهايبوفوليميا ده ايه. لا تنسى ان الفازودايليتيشن لو كانت عنيفه هتوقع لك الضغط، وبالتالي ممكن توقع لك CBP. لو احنا بنتكلم على حاله نيورو تخصنا دلوقتي. اكتر ميزه تميز عمنا الهايبرتونيك لاين هو الرابيد ريدكشن للاي سي تي، اسرع كمان من المانيتول. طيب تعالى ناخد معلومات تانية. ايه ميزه الهايبرتونيك لاين في الهايبوفوليميك شوك؟ انت قلت لي ان هو حل سريع لانه بيعمل لك هايبر فوليميا، فيعتبر سند الموضوع معاك. في ميزه تانية الا وهي هو دلوقتي لما زود البلاد فوليوم عمل ايه في البريلود؟ زود البريلود، زود الفينوسيتير. لما نشوف تأثير الكلام ده على الهارت، لما كنت بروح لهارت، خلي بالك الهارت السليم، الهارت ده ما عنديش مشكله كارديوجينيك خالص، مشكله في الهايبوفوليميا. لما يزيد الفينوسيتين على هذا الهارت الجميل، كان في حاجه بتحصل فوق على مستوى الهارت ريت وحاجه بتحصل تحت على مستوى الستروك فوليوم. الكلام ده مشروح بالتفصيل في الفسيولوجي. تعالى اقول لك ايه اللي هيحصل. الهارت يبدا يقول ده انا جاي لي دم كتير وانا الحمد لله شغال كويس، انا لازم ابدا اضخ الدم ده بمعدل سريع، انا لازم ازود الكاردياك اوتبوت بجناحيه سواء هارت ريت او ستروك فوليوم. وده اللي كان بيحصل على مستوى الهارت ريت. كان يحصل استيميوليشن الاس اي نود اللي قاعده لك هنا، وده كان ريفلكس اسمه بين بريدج ريفلكس لو انت فاكر. فزياده البريلود هتزودك الهارت ريت. الحاجه الثانيه نزل دم اكتر على المايوكاردم، عمل لك ستريتش اكبر في العضله. طبق القانون بتاع عمك ستارلينج لو اللي كان بيقول كل ما تعمل في العضله ستريتش كل ما ترد عليك بكونتراكتيليتي اكتر، فانت عملت زياده في الكونتراكتيليتي ستروك فوليوم. مش كده بس، عشان لسه قايل لك دلوقتي ان الفازوديليتيشن اللي بيحصل مع الهايبرتونيك لاين ينقص لك الدايستوليك. صح، الدايستوليك ده يعتبر ايه على الهارت؟ يعتبر افتر لود. البلاد بريشر بصفه عامه يعتبر افتر لود، فانت نقصت الافتر لود ال افتر لود، فانت ساعدت الاجكشن بتاع الهارت. اولا زودت الكورونوتروبيك افكت اللي هو الهارت ريت، زودت
الانوتروبيك افكت اللي هو الستروك فوليوم، وقللت المقاومه اللي قصادنا الاس في ار، فبالتالي الهارت بتاعك مساعدك. فعشان كده الهايبرتونيك سلاين حل رائع في الهايبوفوليميك شوك. زود البلاد فوليوم شويه، زود الهارت ريت، زود ستروك فوليوم يعني زود الكاردياك اوتبوت، وقللك الافتر لود. طيب ايه المعلومات اللي عايز افكرك بيها؟ عندنا الهايبرتونيك سلاين ده هايبر اوزمولار. عندنا قاعده بتقول يفضل ان هذه الهايبر اوزمولار لما تيجي تحقنها تبقى بسنترال فين عشان ما يعملكش اريتيشن للبريفرال فين ونمنع ثرومبوفليبايتس. طيب ايه تاني حاجه خاصه جدا 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 بعملها هايبرتونيك سلاين؟ مشكله لو اديناه بسرعه، مشكله كبيره قوي. المشكله على مستوى السي ان اس، لقينا ان لو اتاخد رابيدلي زي ما انت شايف كده رابيد انفيوجن للهايبرتونيك سلاين، اولا البلازما اوزمولاريتي بتزيد قوي زي ما عملنا في حاله مين؟ المانيتوب. لكن لقينا ان في حته في البرين بتتاثر جامد جدا الا وهي البونز. البونز ده هي الحته في النص اللي كانت موجوده في البرين ستيم. لقينا ان النيرفات بتاعتنا بدل ما كان عليها مايلين شيتس كده جميل وزي الفل، بتبدا تفقد من كتر التوكسيستي والبلازما اوزمولاريتي العاليه ديت، تفقد هذا المايلين شيتس. يسموها ايه؟ سيريبرال برونتاين دي مايلينيشن. كلمه دي مايلينيشن يعني مايلين راح، او مايلينو لايسيس، هي المايلين باظ او دي مايلينيشن سي بي دي، ويمكن مايلين لايسيس بيحبوها دلوقتي. فطبعا كان بيحصل مصيبه كبيره جدا عند العيان ده، البونز بتاعته باظت بكل السنتر اللي فيها. فعشان كده كان في افويدنس عالي جدا بان انت ما تحقنش الهايبرتونيك سلاين بسرعه للعيان حتى لو كان الاي سي تي عالي. في مشاكل تانية على مستوى الالكترولايت، هو عباره عن NaCl بتركيز عالي، فتتوقع ايه اللي يحصل في مستوى او التركيز بتاع كل من NaCl؟ اكيد هيزيد. فعشان كده انا متوقع يحصل عنده هايبرنتريميا وهايبر كلوريميا. طب ايه اللي هيحصل على مستوى البوتاسيوم؟ نتيجه البلاد فوليوم العالي اللي زودوا هذا ال HTS، فعمل لك دايلوشنال افكت على البوتاسيوم، فحصل لك هايبوكاليميا. كلام حلو جدا. اول ما نقول كلمه هايبر كوليريميا، انا شرحت لك في شابتر الفلويد والالكترولايت شرح رائع جدا لموضوع اناين جاب. اناين جاب يا جماعه لو عايز اي حاجه عنها روح على طول على شابتر الفلويد والالكترولايت، مشروحه بشكل رائع جدا. قلت لك جمله جميله جدا شرحت لك بالتفصيل هناك، بس ممكن اعمل لك عليها ريفيجن بسرعه دلوقتي. ان هذه الهايبر كولوريميك هتدخل العيان في ميتابوليك اسيدوزس وذ نورمال اناين جاب. هتقول ايه علاقه لعب في الكترولايت باسيدوزس والكلوزس وبي اتش واسيد بيس بالانس؟ لا طبعا الوحوش اللي هو احنا عارفين ان في علاقه قويه جدا. افكرك بيها بسرعه جدا. الانون جاب كانت عباره عن جاب وهميه وليست حقيقيه بين الكاتاين والاناين. ايه الفكره؟ كان عندك الحاجات البوزيتيف في جسمك يا سيدي اللي احنا سميناها كلمه كاتاين، بتتقسم الى في حاجات اقدر اقيسها زي الصوديوم والبوتاسيوم كالسيوم مغنيسيوم سميناها كلمه ميجرد، وحاجات انا مش بقدر اقيسها ان ميجرد UM. كذلك في الاناين اللي هي الحاجات النيجاتيف اشهرهم الكلورايد والبايكارب وفي فوسفورس SO4 ودول ميجرد، وكذلك في ان ميجرد. المفروض ان في حاجه اسمها الكتريكال بالانس، كل الكاتاين في جسمك قد الاناين، وده من عدل ورحمه وفضل ربنا عليك. لكن فيما يخص نقطه القياس اللي انا اقدر اقيسه، لقينا لا ان اللي انت تقدر تقيسه في الكاتاين اكتر بكتير من الاناين. يا جدعان ما في حاجه اسمها ان ميجرد انت مش عارف تقيسها سواء اناين او كاتاين. قالوا لا مش هبص عليها في هذه الجاب. فاصبح في جاب وهميه بين الميجرد اللي فاهم حلو قوي كاتاين والميجرد اناين. ما ينفعش تقول كاتاين واناين، لقينا الميجرد كاتاين اكتر من الميجرد اناين. والجاب دي تسيدي من 8 ل 12 وممكن توصل لغايه 16، المتوسط بتاعها 10، ولو قلت 12 مفيش اي مشكله. وانت بتتكلم عن تركيز الكترونات يعني ملي ايكويفالنت بالليتر. ايه علاقه القصه دي بقى؟ دلوقتي عندك حاله الكلورايد زاد فيها، عشان نحافظ على الكترولايت بالانس يبدا النيجاتيف الثاني المشهور اللي هو البايكارب يقل عشان احافظ على البالانس ده، عشان احافظ على الاناين جاب تبقى زي ما هي. الكفه دي على بعضها كفه الاناين اللي انت بتكلمنا عليها يا دكتور ما حصلش فيها اي تغيير. ليه؟ اذا كان الكلورايد زاد فيجي البايكارب ينقص شويه عشان يعوض الموضوع. بايكارب ينقص ازاي؟ الكدني تاخده وترميه في اليورين. ايه ده؟ بايكارب ده كان يمثل البيز بتاع الجسم. البيز بتاعك قل، يبقى انت دلوقتي تدخل في حاله من الميتابوليك اسيدوزس. طيب ميتابوليك اسيدوزس علمتك لازم تقول معاها هاي اناين جاب ولا نورمال اناين جاب؟ لا انت هنا في حاله من النورمال اناين جاب، لان انت اصلا فقدت بايكارب عشان تحافظ على الاناين جاب. فهمت الفكره في ايه؟ اذا الكومبليكيشن بتاع عندنا هايبرتونيك سلاين ميتابوليك اسيدوزس ويز نورمال اناين جاب.
وحتى اقول لك ان اي حاجه هتحصل في عمنا الكلورايد يحصل تعويض لها على مستوى البيكارب، لو الكلورايد قل البيكارب يزيد والعكس صحيح. وبرضه لو انت بتتكلم عن الميتابوليك الكالوزس، لو البيكارب قل الكلورايد يزيد، لو البيكارب زاد الكلورايد يقل. كده انا خلاص معاك الاوزموتيك دي هيدريتنج ميجر. اوكي، كان عندي خانه تانية اسمها لوب دايوريتك. ايه المعلومات اللي انت عايز تقول عليها؟ من اشهر لوب دايوريتك فريزومايد، الجرعه بتاعتك 1 مللي جرام بر كي جي، الانس بيبدا بعد دقيقتين 10 دقائق. وناس بتعمل ميكس ما بين مثلا حاجه زي المانيتول واللازكس، يدي اللازكس بعدها مثلا بحوالي 10 دقائق تلت ساعه على ما يكون المانيتول عمل شغل وهايبر فوليميا، ياخد اللازكس بقى الفلويد ده ويبدا ينزلها. بس اطمن بالله عليك ان الكدني بتاعتك كويسه، لان الاتنين مع بعض هيبقوا مش حلوين قوي على كدني. اطمن الكدني كويسه. اللوب دايوريتك ممكن تستخدمها لوحدها. فاكر الكونتر انديكيشن بتاع حاجه زي المانيتول، زي عيان كونجستيف هارت فيلير او رينال امبيرمنت مثلا، فممكن اللوب دايوريتك تكون افضل ساعتها كده. وادي الميكس يا سيدي اهوت. بس قلت لك خلي بالك ان البوتاسيوم هينزل للارض، يعني سواء اللوب دايوريتك او حاجه زي المانيتول او الهايبر تونيك لاين كلهم كانوا بيحبوش البوتاسيوم، تحس ان هو المطشه بتاعته كانوا بينقصوه في البلاد. الاسترويد كانت اخر حاجه، الايفيدنس عليها مش عالي قوي. قالوا ممكن تستخدم في اللوكالايزد فازوجينيك برين اديما. لوكالايز كلام واضح جدا، لوكالايز مش جنرال برين اديما. وكمان مش في الحالات اللي فيها الاي سي تي عالي في السماء، لازم يكون بناين انكريس في الاي سي تي. الاسترويد الدور بتاعها مش افكتيف قوي، بيقولوا بياخد من 12 ل 36 ساعه عشان تبدا تنزل لك الاي سي تي. وبالتالي في حاله زي البرين تروما الاي سي تي بيبقى عالي وبسرعه، او برين اسكيميا فوكال او جلوبال مش هتكون افكتيف قوي معاك. لكن قالوا ان ممكن يكون لها دور في حكايه الريبير بتاع البي بي بي. تعال انا بقول لك كده الاكشن بتاعها بيتلخص كالاتي: بينقص سي سي اف فورميشن، ده اول حاجه. بتنقص الفري راديكال او بتعملها سكافنجنج، ادي تاني حاجه. بتعمل استابيليزيشن للكابيلاري ممبرين، ادي تالت حاجه. وبتساعد في الريبير بتاع البي بي بي. كده بقى انا اكون خلصت معاك موضوع السيريبرال ديهيدريتنج ميجر. الموضوع كان طويل لكن جميل جدا، ويبقى احنا كده خلصنا الحمد لله الان بي اس. انت كده جاهز انك تدخل في اي حاله نيورو وانت معاك مفاتيح التألق. والكلام ده مش على سبيل التفخيم، ده حقيقي والله. بعد الشغل اللي شغلناه مع بعض والطريقه اللي انا عملتها معاك في تأسيسك في شابتر النيورو، انت بقيت وحش النيورو من غير ما تدخل على ولا حاله. فما بالك بقى لما ندخل على حالات. اشوفكم على خير في الفيديوهات الجايه مع اول فيديو في حاله البرين تروما ان شاء الله. ما تنسوناش من دعوه جميله. كورس دكتور محمد مجدي بيحول الصخر لألماس. كورس دكتور محمد مجدي هنا وهنا فقط، يصنع وحوش التخدير.